يا ترى برأيكم مين الأسوأ، ناقل الكلام إليك ولا قائل الكلام عنك؟ طبعا ناقل الكلام دائما وجهة نظري هو الأسوأ لأسباب تالية وشواهد كتيرة. أولا، ناقل الحديث لا يؤتمن، ومجرد ما سمع كلام مسيء لشخص فهو مشارك فيه ولا يحترم من قبل الطرفين، المنقول إليه والقائل عنه. طبعا كونه أثار الفتنة، والفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها. وطبعا نحن قدوتنا السابقين وكان موقفهم لما واحد ينقل للتاني كلام يقول له هو أطلق سهم لكنه لم يصب بقلبي، بل أنت حملت السهم وغرسته بقلبي. وموقف تاني قال له فلان شتمك، قال له الشيطان أما وجد رسول غيره. يعني بالمختصر المفيد، نقل الكلام هو أساس الفتن والمشاكل اللي بتصير بكل المجتمع. فنحن لازم نمرق بمرحلة قبل ما نحكي أي سيرة نفلتر الكلام. كيف نفلتر الكلام؟ بهالقصة هاي رح تعرفوا قصدي. كان ماشي أحد هالحكماء بالطريق ولقى رجل وبده يخبره بلهفة شو حكوا طلابه عنه. قال له سمعت أحد طلابك حكى عنك هالكلام. طبعا هالشخص حكيم، فقال له رح أعطيك وقتك، بس لحظة بدك تجتاز امتحان صغير وبعدها بتخبرني بكل التفاصيل اللي بدك إياها. قال له بدنا نفلتر 3 شغلات بالقصة. القصة الأولى الصدق، أنت متأكد بأنك الشغلة اللي رح تخبرني فيها هي صحيحة 100%؟ قام قال له لا أنا ماني متأكد لأنه سمعت الخبر. قال له بالبداية أنت كنت رح تخبرني بخبر أنت مانك متأكد أنه صحيح أو لا. قام قال له الفلتر الثاني هو فلتر الطيب، يا ترى الشغلة اللي رح تخبرني فيها عن طالبي خبر طيب؟ قال له لا العكس. قال له بدك تخبرني بشي مانك متأكد أنه صحيح بالعكس. قام هو شعر بالإحراج، قال له كمل لسه في معك مجال تنجح بالامتحان. قام قال له الفلتر الثالث فلتر الفائدة من الحديث، يا ترى الموضوع اللي رح تعطيني إياه رح يفيد؟ قام قال له الصراحة لا ما رح يفيدك. قال له معناته أنت كنت رح تخبرني بخبر ليس بصحيح ولا طيب ولا فائدة فيه، ليش رح تخبرني هالخبر بالأساس؟ فيا ريت مجتمعنا يفلتر الكلام المنقول قبل ما ننقله لحدا في منه فائدة، هو خبر صحيح يا ترى طيب عن هالشخص أو شو المغزى منه. أعطوني رأيكم بالكلام. سلام.